واش عارفين الفخ اللي طاحوا فيه المسؤولين الجزائريين بعد ما رفضوا انهم يخليوا الطائره المغربيه تمشي في رحله مباشره للجزائر باش يشارك المنتخب المغربي في الشان؟ واش عارفين ان فوزي القجع لعب بالمسؤولين الجزائريين واحد اللعب خايب اللي القالب ديالو ما غادي يبان على مده، عاده غادي نحسوا به ويلقاو اللي عطى الله عطاه. فتبع معايا مزيان دقه دقه، غادي نشرح لك كيفاش القرارات ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم قرارات خطيره جدا ديال الحريفيه الكبار في عالم الدبلوماسيه، اللي خاص المسؤولين على النظام العسكري الجزائري انهم يجيو ويقراو عندنا ويدوزوا ستاج سواء عند فوزي القجع او عند بوريطه. اولا العالم كامل من صغيرهم لكبيرهم كيعرفوا ان اكبر منظمه في العالم اللي كترسم السياسه الكرويه في جميع القارات وفي جميع دول العالم هو الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، وكل شيء عارف انه اللي كينقص السطر في التوجهات الكبرى ديال الفيفا كياكل العصا كما كان الوزن ديالو. وكل شيء عارف ان الفيفا من اكبر الحوايج اللي كتدافع عليها ديال بصح واللي كتبناها فعليا وعمليا هو عدم تسييس الرياضه، وسطروا لي مزيان على عدم تسييس الرياضه، بمعنى فصل السياسه على الرياضه، وان اي مسؤول سياسي كما كان نوعه في العالم تقدر تخرج فيه الفيفا طول وعرض الى قاس ليها هذا المبدا اللي كتدافع عليه اللي هو الفصل السياسه عن الرياضه. فهذا المبدا هذا الفيفا دائما كنسمعوها في الخطابات ديال الوفود ديالها او في الخطابات ديال الرئيس ديال الاتحاد ديال الفيفا. فباش ما نطولوش عليكم بزاف، القجع بالذكاء ديالو والحنكه السياسيه ديالو لعب على هذه النقطه هذه بطريقه ذكيه جدا اللي خلات المسؤولين الجزائريين يبانوا صغار بزاف، لان القجع بالذكاء ديالو وضع طعم للمسؤولين الجزائريين، وكان متاكد ان المسؤولين الجزائريين بالغباء اللي عطاهم الله والتعنت والعقليه العسكريه وبعقليه انا الاعلى غادي ياكلوا الطعم. بحال ملي كتحط الفرماج في المصيده، وبحال هكاك وقع للمسؤولين الجزائريين في هذه القضيه هذه. الطعم هو ان القجع اشترط باش تكون الرحله ديال المنتخب المغربي تكون رحله مباشره بحكم الجوار، والطلب تقدم بشكل رسمي للكاف وتقدم حتى للسلطات الجزائريه في المرحله الثانيه انها تسمح لبعثه المنتخب المغربي باش دير رحله مباشره. وهذا الطلب هذا كتشوفوا الكاف وكتشوفوا الفيفا هو طلب بسيط جدا وفي المتناول، وعوض من المسؤولين الجزائريين يبينوا على علو الاخلاق الرياضيه ديالهم ويبينوا انهم ما كيخلطوش بين الرياضه والسياسه ويوافقوا على الطلب ديال المغرب، ويبينوا الاتحاد الافريقي والفيفا والعالم كامل انهم راه اهل الثقه في تنظيم تظاهرات قاريه وعالميه، وانهم واخا عندهم خلاف سياسي مع دوله جاره سمحوا لهم باش يجيو ويدخلوا التراب الجزائري عبر الاجواء اللي حابسينها سياسيا في رحله مباشره، ويبانوا كبار وانهم غاديين في نفس التوجه ديال الفيفا والكاف في عدم خلط السياسه بالرياضه. ناضوا بقصوحيه الراس ديالهم وبالتكبر اللي فيهم كلاو الطعم ورفضوا الطلب ديال المغرب باش يدخل الجزائر في رحله مباشره. وهنا بينوا الكاف والفيفا انهم كيخلطوا بين الرياضه والسياسه، واكدوا انهم ماشي اهل ثقه باش تعطيهم ينظموا تظاهره رياضيه قاريه مستقبلا، لان الشرط اللي وضعته الجزائر باش المغرب يدخل الجزائر هو شرط سياسي ماشي شرط رياضي نهائيا وما عنده حتى علاقه بالرياضه. في المقابل الطلب ديال القجع هو طلب رياضي لتسهيل عمليه دخول التراب الجزائري لا غير، وهذا الطلب هذا ماشي طلب تعجيزي وانما طلب المضمون ديالو موقعين عليه الجزائريين في دفتر التحملات ديالهم مع الاتحاد الافريقي اللي هو تسهيل دخول وتنقل البعثات ديال المنتخبات الافريقيه المشاركه في الشان بحكم انك البلد المستضيف لهذه التظاهره الرياضيه، لان الشركه ديال الخطوط الملكيه المغربيه هي الشريك الرسمي لنقل المنتخبات المغربيه في جميع الفئات ديالها. والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ما عندهاش الحق انها تنقل بطائره تابعه لشركه طيران واحده اخرى من غير الخطوط الملكيه المغربيه، لانها موقعه عقد مع هذه الشركه هذه، عكس ما روج ليه الاعلام الجزائري مؤخرا ان الجزائر اقترحت على المغرب باش يدخل بطائره تونسيه. فهنا لحدود الساعه الجامعه والقرارات ديال فوزي القجع والمكتب الجامعي قرارات متماشيه مع روح القانون وروح الاخلاق الرياضيه. فعوض من المسؤولين في الجزائر ما يورطوش بلادهم مع مؤسسات كرويه دوليه اللي هما الكاف والفيفا، ناضوا كلاو الطعم ووقعوا في الفخ. واليوم معظم وسائل الاعلام العربيه وحتى الدوليه وحتى المتابعين والجماهير متعاطفين مع المغرب بشكل كبير على المنع ديالو للذهاب في رحله مباشره للمشاركه في الشان. والخطير في الامر هو ان القجع حط طياره في المطار
واجده للاقلاع امام انظار رئيس الكاف والرئيس ديال الفيفا. والبعثه ديال المنتخب المغربي جات بكامل الجاهزيه ديالها للمطار، وحتى هي امام انظار رئيس الفيفا وانظار رئيس الكاف كيتسناو ان الجزائر يوافقوا على هذه الرحله المباشره للمشاركه في الشان. يعني بالعربيه التعربيت حنا موجودين 100% من اجل المشاركه، وننتظر فقط رخصه الدخول للمجال الجوي الجزائري من طرف السلطات الجزائريه اللي راسلناه. وهذه الوثيقه هذه كتبين ان السلطات المغربيه راسلت السلطات الجزائريه بشكل رسمي باش تفتح لها المجال للطائره المغربيه باش تدخل للجزائر. اذا حنا ما غاديش نشاركوا وما قدرناش نشاركوا بسبب قرار سياسي اللي هو عدم دخول الطائره المغربيه للمجال الجوي الجزائري، وانها بعثه رياضيه للمشاركه في الشعب، ماشي بعثه سياسيه ولا بعثه تجاريه او طائره ديال ركاب عاديه غادا تدوز من المجال الجوي الجزائري. فالدخول ديال الطائره ديال بعثه المنتخب المغربي للمجال الجوي فهذا غيكون استثناء، كما مشى بوريطه في القمه العربيه بالطائره المغربيه بشكل مباشر، فهذا استثناء اليوم لانها تظاهره رياضيه، وخاصكم تبينوا على الروح والاخلاق الرياضيه ديال الدوله وديال النظام الحاكم وديال الشعب الجزائري اللي هما خوتنا. فالغريب في الامر وصراحه اللي ضحكني بزاف هو بزاف ديال الجزائريين اللي حتى هما كلاو الطعم بحالهم بحال المسؤولين ديالهم، انهم فرحانين وكيعتبروا عدم الموافقه على الطلب المغربي وعدم مشاركه المغرب في الشان هو انتصار كبير. ولكن في الحقيقه هي خساره، وخساره كبيره بزاف في الجزائر في القادم من الايام. علاش؟ لانهم نسوا راسهم انهم باغيين ينظموا نهائيات كاس افريقيا في سنه 2025، وانهم حاطين الملف ديالهم في الكاف باش يوافقوا عليه وينظموا هذه النهائيات. وهذا القرار اللي خداوه ضد المغرب غادي يخلي الكاف والفيفا انهم يترددوا بشكل كبير باش يعطيو التنظيم ديال الكان للجزائر. وهذا هو الهدف والقالب اللي لعب عليه فوزي القجع، واللي ما غادي يحسوا به المسؤولين الجزائريين حتى من بعد، ماشي دابا، ملي غادي يصدموهم بعدم اعطائهم تنظيم نهائيات كاس افريقيا في سنه 2025. وهنا غتقول لي السي الفهيم علاش بالضبط. اولا ان الرئيس ديال الفيفا والرئيس ديال الكاف شافوا على عينيهم ان المغرب كان موجد كل شيء باش يسافر للجزائر، وانه ما كانش عنده نيه مسبقه باش ما يشاركش في الشان، موجد الطياره، موجد الوفد ديالو، وموجد اللاعبين، وكينتظروا في المطار الرخصه ديالهم باش يمشيو في خط مباشر للجزائر. ثاني حاجه واللي هي نقطه مهمه جدا وخطيره للغايه اللي ما انتبهوش لها المسؤولين في الجزائر، هو بعدم مشاركه المغرب في الشان ضربه قاسيه للمستشارين والشركات الرعايه اللي موقع عقود مع الكاف باش توصل اكبر عدد ديال الجماهير الافريقيه او العالميه من خلال هذه التظاهره ديال الشان. فهاد المستشارين اللي حاطين الزبال ديال الفلوس للكاف غادي يقولوا لها راه حنا خصنا قاعده جماهيريه كبيره تتمثل في عدم مشاركه المنتخب المغربي في الشان، لان المغاربه كيتفرجوا بزاف في الكره وخصوصا المنتخب ديال بلادهم، وبزاف من الدول الافريقيه او الجماهير العربيه اللي كتحب انها تتفرج على المنتخب المغربي. ثاني حاجه ان اسم ديال المغرب غادي يعطي لها الدور هذه اشعاع اضافي على المستوى الاشهاري، بحكم ان المنتخب المغربي اللي كيبغى يحقق انجاز تاريخي على المستوى العالمي كاول فريق افريقي توصل نصف نهائي كاس العالم مؤخرا في قطر، وانه هو حديث الساعه، وبزاف من الجماهير الافريقيه مازال كيتكلموا على المنتخب المغربي، ومن الضروري خص يكون باش تكون ارباح اضافيه للخزينه ديال المستشارين. انا كنقول لكم المستشارين كيفاش كيفكروا، ونعطيكم غير مثال بسيط باش توصل لكم الفكره مزيان. فمثلا بعد مشاركه المنتخب المغربي في الشان راه الشركات ديال اليانصيب والقمر مثلا راه غادي يخسروا ملايين ديال الدولارات بسبب عدم مشاركه المنتخب المغربي، لان هاد الشركات ديال اليانصيب غادا تحاول الماتشات ديال المنتخب المغربي اللي كانوا غادي يلعبوا عليهم الناس سواء من المغرب او خارج المغرب، وحسب شحال ديال البشر غادي يقمروا على الماتشات ديال المنتخب المغربي في هاد الشان كون شارك المغرب. فانا كنقول لك كيفاش كيفكروا الشركات ديال اليانصيب والشركات اللي كيعرضوا الاعلانات ديالهم عبر القنوات الناقله لهاد التظاهرات هذه، زائد الخسارات ديال السوق ديال الاشهار على المستوى النقل التلفزيوني. فهاد الشركات بحد ذاتهم انهم تابعين الوضع وغادي يضغطوا على الكاف باش ما يعاودوش يعطيو او يفكروا انهم يعطيو شي تظاهره رياضيه بحال كاس افريقيا 2025 للجزائر. فتخيلوا ان الجزائر نظمت كاس افريقيا 2025 والمغرب ما مشاش شارك بحال هاد الواقعه هذه، فهي غادي تكون بحد ذاتها ضربه قويه للكره الافريقيه وضربه قويه للاتحاد الافريقي لكره القدم والمستشارين وشركات الرعايه اللي من وراه واللي هي راس مال ديالو. فهذا هو القالب اللي مازال ما حسوش به المسؤولين في الجزائر، واللي مازال ما حش به حتى حفيظ الدراجي اللي كتب واحد التعليق مؤخرا ان الجزائر خرجت منتصره في هذه المساله هذه. فراه ماشي كلشي كيتبح بالعنف ولا بالتعنت ولا بان الاعلى ولا بالعقليه العسكريه الديكتاتوريه اللي كتعرف غير القوه. فالله يهديكم يا مسؤولين الجزائر، فهذه نصيحه مني لوجه الله، ملي تبغيو تاخذوا شي قرار ضد المغرب دائما فكروا انكم راكم كتعاملوا مع دوله اللي العمر ديالها 12 قرن، اللي المعاملات والعلاقات الدبلوماسيه ديالها والسياسيه ديالها ممتده ل 12 قرن. فاصغر مسؤول سياسي في المغرب راه ما غادي يبذل معكم حتى شي مجهود باش ينتصر عليكم، وانما راه غادي يتعامل معكم غير بالارشيف ديال المملكه. فراه اي ازمه سياسيه كيدخل فيها المغرب مع اي دوله راه كيرجع غير للارشيف كيلقى نفس الواقعه او نفس الازمه تكررت 20 مره او اكثر في هاد 12 قرن. فالمسؤولين المغاربه او الدوله المغربيه ما كتجيهاش هاد الازمات غريبه وكيعرفوا كيفاش يتعاملوا معاها، والناس اللي قارين التاريخ والعلاقات الدوليه راه يعرفوني مزيان علاش كنهضر. الله يهديكم ويهدينا ويهدي الجميع. وانتوما اشنو بان لكم؟ خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، لحقاش الاراء تاعكم كتهمنا وكتهمنا بزاف. بهذا وصلنا معكم لختام حصه اليوم من هاشتاغ سامع. الى عجبكم هذا المحتوى هذا زيدوا تشجعونا اكثر
بلي بارطاج بلي طاق وبلي كومونتير باش نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس وتعم الفائده. والجديد ديالنا دائما غتلقاو على القناه ديالنا على موقع يوتيوب. حاولوا انكم تزيدوا تدخلوا تكتشفوها. هذه تحيات سفيان سميع، السلام عليكم.